الدكاترة قالوا لها إنها مش هتمشي تاني، وهي قررت تبقى أسرع امرأة في العالم. دي قصة ويلما رودولف. ويلما رودولف اتولدت سنة 1940، وكانت الطفلة رقم 20 وسط 22 أخ وأخت. ومن وهي صغيرة اتصابت بالحصبة والالتهاب الرئوي، وبعدين شلل الأطفال اللي سبب لها ضعف في رجلها الشمال، والدكاترة قالوا المشي مستحيل. بس أمها ما استسلمتش، هي وأخواتها كانوا يوميا بيعملوا لها جلسات تدليك ويمشوا معاها لحد ما قدرت توقف من تاني. وهي وعندها 12 سنة شالت الدعامة ومشت لوحدها. من اللحظة دي ويلما قررت انها مش بس هتمشي، لا دي هتجري. وفي سنة 1956 شاركت في اولمبياد ملبورن وخدت برونزية. والمفاجأة كانت في سنة 1960 في اولمبياد روما، فازت ب3 ميداليات ذهبية وبقت اسرع امرأة في العالم، وسموها الغزالة السوداء. رجعت بلدها وبديهي انهم يحتفلوا بيها، لكنها رفضت الاحتفال بيها الا لو كان من غير تفرقة عنصرية. وفعلا كان اول احتفال موحد في مدينتها. بعد ما اعتزلت اسست مؤسسة لدعم الرياضيين الشباب، وبقت رمز للاصرار والامل. وفاتها كانت سنة 1994. بس لحد النهاردة قصتها بتعلمنا ان المستحيل ممكن يتحقق لو عندك اصرار ووراك اهل مؤمنين بيه. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.